ختام اسمع ولا نورهان شيماء بسينة هيا المدرسة بسينة يمكن تيجي واحنا قاعدين. هذه الورقة ليست كشفا في الروضة أو المدرسة، إنما هي الطريقة المناسبة التي اتبعها جمال الأقرع في حفظ أسماء أبنائه ال40. راف الصغيرة وينها؟ خلاص اقعدي. والله ما نعرف اسمائهم، يعني في غير على الورقة هذه اللي شايفها، الورقة هذه كلهم كتبهم هان. لو اجتني بطالة بعرفش غلط الورقة واصير اقول هاي الورقة ريحت عبد سلب بتنجن وتقعد 4 ساعات 5 ساعات. لو تقول لي تعال انت عد اسمائهم لحالك مش حافظهم. 26 عاما من الزواج كانت كفيلة في أن ينجب الأقرع 40 طفلا من 3 زوجات. أنجبت الأولى 16 طفلا، أصغرهم لا يتجاوز عمرها العام الواحد، وأكبرهم هاني المتزوج وله 4 أطفال. دب والدار كلها دب بطنيات، والساعة كمان جايين في الطريق كمان، الساعة جايين ويقول لك قلت ما هي فقر خلينا بفقرنا يسوي خلي كله يخلف ويا الحمد لله. الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها العائلة تبدو واضحة على وجوه الأطفال، فكل يوم يأكلون العدس ولا يعرفون اللحوم إلا في عيد الأضحى. تعال شوف يا عمي الدار، اكشف على الدار، شوف الدار فيش فيها ولا حاجة. هي الثلاجة افتحها بتلاقي فيها شيء. فيها شيء الثلاجة؟ والله ما تفتحها شوف الثلاجة ما فيها ولا حاجة إلا نشرب المية، وإحنا نشرب مية ساقعة ما هي بتضرنا المية بتوقف القلب خالص. عدد أفراد أسرة الأقرع مرشحة للزيادة، فزوجاته ال3 حوامل، وينتظرنا نهاية العام ليرتفع عدد أفراد الأسرة إلى 43 فردا. وعند سؤاله هل نادم على هذا العدد الكبير من الأطفال، علت الابتسامة وجهه وقال: بقول لك يا راجل صباحهم بس تجنن والمخ تجنين على الضمان مليح انتش من هان وانتش من هان. لكن قلت ماليش غير العدس خليهم يهرسوا عدس يكيفوا. جبت لهم بيجي 3 كيف قلت لهم يلا قدام شوي طبخت طول الساعة. يعني بقول لك على النار في شيء ما طبخوش وش نسوي عايشين دار في الحطاد. جمال يبحث عن من يساعده على توفير لقمة العيش لأبنائه وزوجاته بعد أن أنهكته الظروف الصعبة داخل قطاع غزة، وعدم قدرته على توفير طعام الإفطار قبل الغذاء يوميا لهم، ليقع ضحية المثل القائل: جوزت بنتي لأرتاح من بلاها، إجتني و40 وراها.